أعرب محمد رائف رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي عن مخاوفه الشديدة حيال وضع الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة الدوري الممتاز، مشددا على أن القلق بات يسيطر على الجميع نظرا لتاريخ النادي العريق وقاعدته الجماهيرية العريضة التي لا تقبل برؤية قلعة الدراويش في هذا الموقف المتأزم. وأشار محمد رائف في تصريحاته إلى أن الإسماعيلي كان دائما الممول الأول للأندية المصرية بلاعبين من طراز رفيع، مؤكدا أن خارطة الكرة في مصر ستفقد هويتها وبريقها تماما إذا ما غاب عنها أحد أقطابها التاريخيين. وأوضح رئيس اللجنة أن التحديات التي تواجه النادي الإسماعيلي حاليا تفوق الوصف، إذ يعاني الدراويش من أزمة إيقاف القيد بجانب تراكم مديونيات ضخمة لصالح اللاعبين تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وهي أعباء مالية وضعت النادي الإسماعيلي في مأزق فني وإداري حرج. وأبدى أمله في أن تتدخل الجهات المعنية للنظر في حال الأندية الشعبية وتحديد مستقبلها في ظل المنافسة غير المتكافئة مع أندية الاستثمار. وكشف محمد رائف عن تأسيس شركة كرة قدم بهدف جذب المستثمرين للنادي الإسماعيلي كحل استراتيجي للخروج من نفق الأزمات المظلم، وتوضيح الرؤية بشأن إمكانية دمج الأندية الجماهيرية في المنظومة الاستثمارية الجديدة. وأكد محمد رائف أن طموح النادي الإسماعيلي في المرحلة الراهنة ينصب بالكامل على إنقاذ الفريق من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، إذا لم يملك الإسماعيلي رفاهية الاختيار أمام هذا التهديد الوجودي. وشدد على أن الإدارة ستقاتل من أجل استغلال أي فرصة تضمن بقاء الإسماعيلي في دور الأضواء والشهرة، مسخرة كل الإمكانيات المتاحة للتمسك بالأمل الأخير والحفاظ على مكانة النادي الإسماعيلي التاريخية في منظومة الكرة المصرية. وتساءل محمد رائف رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي عن أسباب عدم إقامة الدوري الممتاز من مجموعتين في الموسم المقبل. وقال محمد رائف في تصريحاته: لماذا لا يتم إقامة دوري من مجموعتين في الموسم المقبل من مسابقة الدوري الممتاز؟ وأضاف: في حال وجود أي فرصة للمطالبة بإلغاء الهبوط مرة أخرى خلال الموسم المقبل بسبب وضع الإسماعيلي فسنتقدم بطلب رسمي بذلك. وقال: نبذل قصارى جهدنا من أجل عدم هبوط الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية، ونأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة الحرجة.